يستروب المدير الفني للنادي الاهلي يتحفظ على التعاقد مع المهاجم الاردني علي علوان، ولم يحسم القرار النهائي بشان ضمه في فتره يناير، مع وجود بند خيارات اخرى مطروحه على ان يتم تحديد المهاجم الجديد خلال الايام المقبله. والمدرب يفضل التعاقد مع ابراهيم دياباتيه، لكن نادي جويس السويدي نادي ابراهيم دياباتيه يغالي في طلباته الماليه ويطلب 3 مليون دولار للتخلي عن اللاعب. الاهلي يوافق على اعاره حمزه عبد الكريم لبرشلونه من حيث المبدا ولا يمانع مجانيه الاعاره، وبرشلونه وضع بند الشراء للاعب بشكل نهائي بعد الإعارة بما يقارب 5 مليون يورو، تشمل مكافآت متعلقة بالأداء والأهداف، وسيتم حسم دفع قيمة الصفقة على أقساط. والأهلي يرغب في زيادة قيمة بند البيع النهائي ووضع بنود أخرى خلال فترة الإعارة تضمن له عائدا ماليا حال تألق اللاعب مع برشلونة. وينتظر الأهلي قرار برشلونة بشأن بنود عقد الإعارة، وإذا لم يتم تحسينها سيطلب الأهلي تحسين بند عقد البيع النهائي للاعب. اتحاد الكرة رفض فكرة التعاقد مع كيروش مديرا فنيا خلفا للكابتن علاء نبيل لارتباطه مع عمان بعقد لمدة عام ونصف، بالإضافة لعدم وضع ضغوط على منتخب مصر الأول قبل أفريقيا. والمدير الفني الجديد المقبل سيأتي معه 3 مدربين أجانب يتولون مهمة منتخب الشباب والمنتخب الأولمبي ومنتخب آخر. من الآخر كل كلام اتحاد الكرة ده غير صحيح، وفعلا اتحاد الكرة تعاقد مع كروش خلفا للكابتن حسام حسن حال فشله في الفوز بكأس الأمم الأفريقية. الصحفية ريهام حمدي تثير الجدل وتؤكد أن حسام حسن لم يحسم حتى هذه اللحظة حارس المنتخب الأساسي في كأس الأمم الأفريقية، وما زال يفاضل بين مصطفى شوبير والشناوي حتى الآن، وغير مستبعد أن يشارك مصطفى شوبير أساسي على حساب محمد الشناوي في الفترة الأخيرة في كأس الأمم الأفريقية بسبب تذبذب مستوى محمد الشناوي في الفترة الأخيرة. اتهامات لاتحاد الكرة بتعمد تأخير صدور حكم تغريم نادي الزمالك لصالح زيزو في أزمة مستحقاته المتأخرة التي تصل ل 80 مليون جنيه بسبب الوضع الحالي لنادي الزمالك في مباراة قوية يواجه منتخب مصر منتخب زيمبابوي في أولى مباريات المنتخب في كأس الأمم الأفريقية في 10 مساء، والمباراة مذاعة على قناة بين سبورت ويعلق عليها علي محمد علي. عاجل ورسميا ايقاف قيد الزمالك للمره الثانيه بسبب مستحقات عدي الدباغ صاحب طرد جراديشار الشهير السنغالي عيسى سي حكما لمباراه مصر وزيمبابوي في افريقيا اليوم. حقيقه مفاوضات الاهلي لعمر فايد المحترف في اوروبا، ان كان في كلام رسمي فعلا من النادي الاهلي كان قبل كاس العالم للانديه وعرض اعاره لمده سنه، لكن عمر كان عاوز تكون الاعاره لمده الفتره بتاعه كاس العالم للانديه فقط، والنادي الاهلي رفض الامر تماما، ومن ساعتها ما فيش اي تواصل منه تجاه عمر فايد نهائيا. الاهلي لديه رغبة فعلية في تسويق أشرف داري وخروجه للبيع النهائي خلال الفترة الحالية، لكن العقبة في عدم تلقي اللاعب أي عروض رسمية حتى الآن، ويعود ذلك بشكل أساسي بسبب غيابه الطويل عن المشاركة الرسمية وتعدد إصاباته منذ انضمامه للفريق. النادي الأهلي سيلتقي مع نظيره غزل المحلة في بطولة كأس الرابطة يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة 6 مساء بدلا من 8. رضا الجدي المدرب التونسي يؤكد أن منتخب مصر رغم أن الأغلبية لاعبة محليون ويلعبون في مصر، إلا أنه يعد واحد من أقوى المنتخبات الإفريقية المرشحة للفوز بكأس الأمم الأفريقية في المغرب، واللاعبين المصريين يعرفون جيدا كيفية التعامل مع هذه البطولة والتاريخ يشهد على ذلك، والمنتخب المغربي يواجه ضغوط كبيرة كونه البلد المنظم للبطولة. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.